وصقل الجمل الرنانة وكتابي على الوزن يا سيدي إذا بسمح لي أنا بدافع عن المجلس. لكن في نظام ذاكري خلينا أبو رزاق. لا إذا لا يجوز من حق هذا من حق لا يجوز استبيان حقا استبيان مثل الحكومة. انت لا اعطيك حق النقاش. لن ياخذ اي واحد حق النقاش في هذا الكلام. لو سمحتوا انا مضطر الى رفع الجلسه انا مضطر الى رفع الجلسه. أن يتهمنا رئيس الوزراء بالتعرض إلى شخص الملك حتى يكسب على حساب المجلس ويتجول أكثر وأكثر وأكثر. سنبقى نعبر عن رأينا بعيدا عن أوهام الخوف والتحسس والنفاق، فمواقعنا لا لبس فيها ومواقفنا لا لبس فيها ولا غموض. ومن هنا فنحن نقول بكل صراحة بأن أي اتفاقية تعقد مع إسرائيل خاصة في ظل الممارسات الصهيونية العدوانية وإذلال شعبنا بالمحتل من الأرض ورفضهم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ما هي إلا اتفاقية عار. فكيف يكون الحال في توقيع اتفاقية تسهل مهمة إسرائيل في لي ذراع الأردن متى شاءت، خاصة إذا كانت أبعاد الاتفاقية هي أبعاد سياسية. اللهم أننا قد بلغنا، اللهم أشهد. وشكرا. لا اعطي بس دافع عن المجلس. دافع عن المجلس. وقف عني. وقف تعال يا محمد. يلا وقف عليه. خلوا عين وحي الله يا اخوان، خلوا واحد يسيطر على الوضع. خليها معك يا عسام. يلا كان المفروض انه الزميل حكى، يعني ما دام انه سمح له وطلع على الستيج المفروض انه يكمل حديثه وما صار ويسجل الحقيقه ويثبت الحقيقه ويبين الحقائق امام الشعب الاردني بانه ما قاله الرئيس وخصوص الدفاع عن رموز الدوله انه احدا من المجلس لم يتطرق الى رموز الدوله ولا نتطرق كلنا انتماؤنا ولاء لجلاله الملك. طب هل ترى انه رفع الجلسه مبرر؟ أنا برأيي أنه برضه غير مبرر رفع الجلسة، غير مبرر رفع الجلسة، ومفروض أنه الزميل كمل حديثه كما سمح لغيره من المتحدثين بالسابق بأن يتحدثوا، وما قاله الزميل أبو هزاع 100% صحيح وإحنا نؤيده ووقعنا معه. سعادتك تحكي لنا بس عن مذكرة طرح الثقة اللي تمت الآن. الآن قررنا نحن النواب الرافضين لاتفاقية التوقيع على الغاز الإسرائيلي طرح الثقة في حكومة الدكتور عبد الله نصور، وسنحاول جمع أكبر عدد ممكن من التوقيع لسحب الثقة من هذه الحكومة. طيب سعادتك شفنا بس ورقتين موجودين، إيش هم؟ الأولى هي مذكرة لطرح الثقة، والثانية للتعهد بالالتزام بعدم الانسحاب من التوقيع على المذكرة كما حدث في مواقف سابقة. هل تعتقدون أن مذكرة طرح الثقة التي وقعت قبل قليل ستمرر من خلال هذا المجلس أو لا؟ يعني الحقيقة أنا صحيح أني صغت المذكرة وباستجابة لطلب زملائي، لكن أنا أعتقد أنه سيتم الالتفاف عليها كما تم الالتفاف على كثير من المذكرات بوقت سابق، لكن نأمل أن يثأر هذا المجلس لكرامته وأن لا يتم الالتفاف على هذه المذكرة.
المذكر، وأن يتم التعامل معها بمنتهى الجدية وبمنتهى الصدق، لأن هذه الحكومة فقدت مبرر وجودها، ولم يعد لهذه الحكومة أن تستمر، لأنها فشلت بإدارة شؤون البلاد والعباد، وأرهقت المواطن الأردني بالضرائب، وأرهقته أيضا بتحميل أعباء هو بغنى عنها، ولا يوجد مبرر لتحميله إياه.